لكن في فلسطين تبدو المرأة عظيمة في كل شيء. يتشبثون بالحياة قيد أمل بالنصرية التي صارت رمزا للصمود وصبرا ومثالا للتضحية. بكل قلب محب لنتعرف عنها سوية في هذا الفيديو. حتى لما بده يمكن أي شيء بيضل قاعد جنبها. جمال اللي بس يشوفني ببكي بيقول لي تحملي يا أم اسم حبيبك أخوي الشهيد إسماعيل. ما كنتش أعرف إنه اسم ابني إسماعيل زي ما قلت لإخوتك أبوه وأخوه. صدر البلد. ليس بالمعروف مع الوصية أبدا، ومن كان لا سهم في غاية اتباع هذه وجد لها مقعد في قطار الرجع. إن الاحتلال الذي كتب أجدادنا قبل 74 عاما وسلب بيوتهم وشردهم هو ذاته الذي يشن عليه الجبال اليوم على تابوت وتصوير على المقدمة. عابدة رحيمة ومحسنة رائدة المؤسسات النسائية وأنثى تعمل على تجميل المرأة بالثقافة والعلوم الإسلامية. كما أسست وخاصة ما تعانيه المرأة الفلسطينية من قهر وظلم جراء الاحتلال. رحمه الله على التعرف عن قرب على معاناة الفلسطينيين. Dealings with the